ارميها في قعدة الحمام ورجعي حمامك جديد قبل العيد بفكرة منزلية وحيلة لأول مرة هتشوفيها معايا. بجد لو حمامك ده ليه 30 سنة قديم وشكله وحش، ارميها في قعدة الحمام وانسي بقى ان انت تنضفيه تاني. الفيديو ده مليان افكار كتيرة قوي، بإذن الله هتخرجي مستفيد. بس لو عجبتك الافكار يلا لايك حلو منك وتعالي نبدأ مع بعض بأول فكرة. اول فكره تعالي اقولك، كتير قوي داخلين بقى على المدارس وتلاقي مثلا اولادك بيبقوا مبهدلين كده ايديهم بالاقلام الجاف، او مثلا عندك بنوته صغيره ومسكت قلم اخوها او اختها الكبيره وبهدلت برضو نفسها بتكتب على ايديها وعلى وشها وعلى رجليها، ونبقاش عارفين نعمل ايه في الموقف ده. تعالي اقولك انا فعلا كانت بنتي الصغيره بتبهدل الدنيا بالقلم الجاف وتقعد تكتب على ايديها ووشها، لحد ما لقيت الحل. بتجيبي كده اي برفن عندك زي ما انت شايفه وترشي، حتى لو ليه فتره طويله وكتبت ونشف على ايديها او جسمها، عايزه اقولك هيطلع برضو. بقيت اسيبها براحتها بقى دلوقتي، ما بقيتش اشيل الهم. زي ما انت شايفه بتكتب بقى براحتها وبشيله بمنتهى السهوله، كل ده بالبرفن او البرفان الموجود عندك او معجون الاسنان كمان. تعالي بقى اقولك على الفكره اللي بعد كده. بتجيبي كده اي مقص عندك في المقصات دي، وبعد كده بتجيبي اي توكة شعر او استك يكون متين شويه، وتبتدي ان انت تفتحي المقص كده حاجه بسيطه زي ما انت شايفه، وتبتدي ان انت تربطي عليه الاستك من الناحيه دي زي كده. انا المقص ده ما بستخدموش، فقلت هستخدمه بقى للفكره دي. بحط كده الاستك زي ما انت شايفه، وتقدري بقى توقفي عليه الموبايل ويبقى عامل معاكي زي حمل الموبايل بالظبط. تقفلي بقى كده عليه، بصي بالشكل ده، توقفيه وتيجي قافله عليه بالطريقه دي، بيقف معاكي بمنتهى السهوله. وتقدري وانت شغاله بتعملي اي حاجه، تتفرجي وتشوفي اي حاجه على موبايلك وانت شغاله جوه المطبخ، وانت عملتي حاجه كده تسندي عليها الموبايل من ببلاش. نيجي بقى للفكره اللي بعد كده. بطرمانات الازاز ممكن تستغليها في حاجه حلوه جدا تستفيدي بيها، سواء كانت كبيره او صغيره. هتجيبي كده وتفتحيها بالمقص فتحه على شكل دايره. بصي تفتحي هنا في الجزء ده على شكل دايره كده، تمام. ممكن تسخني السكين، بس اهم حاجه ما تفتحيش فتحه كبيره قوي، خليها كده فتحه صغيره. بعد كده هتجيبي اللي هو الشيليمو بتاعه العصير، بس الحجم الكبير اللي هي بتبقى واسعه دي، وتقصي كده وتاخدي منها 3/4 زي ما انت شايفه وتحطيها بالشكل ده. وحاولي ان الفتحه تبقى على قدها بالظبط علشان ما تحتاجيش ان انت تثبتيها باي حاجه تانية. وحطي بقى السكر، حطي ملح، حطي توابل، حطي كمون، فلفل اسود، وكده انت عملتي علبه. طبعا هتنزليها لتحت علشان تنزل لتحت، وتعرفي ان انت كده تعملي علبه للملح، ملاحه، او تعملي مثلا فلفل الاسود او للكمون. وكده استغليتي العلب الازاز اللي عندك بفكره بسيطه ممكن تعمليها في مطبخك زي ما انت شايفه كده. بمجرد ان انت تهزيها تبقى عامله معاكي زي الملاحه بالظبط. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده، اللي هي الفكره الاساسيه معانا في الفيديو. بس لو لسه مكمله معايا يلا لايك حلو بقى، وتعالي شوفي الفكره اللي جايه دي هتعجبك جدا جدا. نيجي بقى للفكره ارميها في قعده الحمام وانسي ان انت تنضفيه تاني. هتجيبي كده فوطه وتحطيها في قعده الحمام. بجد الفكره دي عبقريه، هتخلي حمامك يرجع تاني جديد. عايزه اقول لك بقى نعمل اول حاجه الخلطه، تمام. انا طبعا بسجل بره الحمام يا جماعه، علشان الناس اللي لو لقيتيني بحلف ولا حاجه اعرفي ان انا بسجل الصوت بره الحمام وبعد التصوير اصلا. تعالي بقى نجهز مع بعض الخلطه بتاعتنا. هتجيبي اللي هو برسيل جل، تمام، وهتحطيه بالشكل ده، او اي منظف عندك. ده كان تقريبا ب20 جنيه. ده منظف ومعقم للحمامات، واي بصي اي حاجه تديكي ريحه حلوه وتنظيف. ممكن تجيبي برسيل جل، او ممكن صابون سائل، او ممكن اللي هو زي اللي انا استخدمت ده اكياس دي بتجيبيها من السوبر ماركت بتاعه تنظيف الحمامات، تمام. وبعد كده هحط رش عليها من الديتول وشويه من الدوني عشان يخلي ريحته حلوه، وهحط معاه معلقه كبيره من البيكربوناتو. بعد كده هتجيبي ميه سخنه، بس ما تضيفيش ميه كتير، شويه صغيرين كده على الخلطه زي ما انت شايفه، ودوبيهم كويس جدا. وتعالي بقى نروح على الحمام. والفكره الاساسيه لو انت هتستخدمي اي خلطه تنظيف تانية هتنضف معاكي لو انت استخدمتيها قبل كده وما جابتش معاكي نتيجه، بس انت كنت بتستخدميها بالطريقه الغلط. ازاي؟ كلنا بنجيب الخلطات ونيجي كابين كده في الحمام ونبتدي نغسل قعده الحمام. دي بقى الطريقه الغلط بتاعتنا اللي احنا كنا بنعملها. الطريقه الصح واللي بيعملوها الفنادق ان انت بتجيبي اي حاجه قديمه عندك، هما طبعا بيستخدموا حاجات تانية، ممكن احنا نستبدلها بفوطه قديمه، صوف، او اي حاجه قديمه تشرب الميه الموجوده في قعده الحمام الاول، تمام. عشان لما تيجي تحطي بقى الخلطه بتاعتك تتحط كده مباشره على القعده نفسها، ما يبقاش فيه ميه ويبطل المفعول بتاعها.
فهتجيبي كده فوطه صوف او اي حاجه قديمه عندك انت مش محتاجاها، تمام، وهتحطيها كده جوه الحمام. خلاص هتلبسي طبعا اي حاجه في ايدك وهتحطيها جوه الحمام، هتشرب شويه الميه بس دول الموجودين في القاعده من تحت. طبعا انت هتكوني شاده السيفون، تمام، ومنضفه الحمام، يعني شاده السيفون مفيش ميه مش نظيفه، وهتبتدي ان انت تحطي كده وتخليها بقى تشرب الميه الموجوده في قاعده الحمام. الناس اللي بتعاني من الحاجات الصفراء اللي موجوده في قاعده الحمام وجربت تبصي خلطات السنين ومش نافع معاها حاجه، الخلطه مش عيب في الخلطه، هي العيب ان انت بتحطي الحاجه على الميه. فانت حاولي على قد ما تقدري ان انت تنشفي الميه اللي موجوده في قاعده الحمام من الاول باي حاجه صوف زي ما انا عملت كده. طيب انا ما عنديش حاجه صوف مثلا قديمه، ممكن تستخدمي بامبرز، تجيبي بامبرز وتحطيه كده هيشرب معاكي الميه. زي ما انت شايفه كده انا شلتها شربت الميه اللي موجوده عندي في الحمام خالص. هحط بقى الخلطه بتاعتي على نظافه، اللي هو ايه الخلطه منها مباشره في قاعده الحمام، وهسيبها لمده يوم كامل. يوم كامل يا جماعه. لو انت بقى عندك بقع جامده قوي واصفرار جامد قوي هتستخدمي فلاش الاول، بس هتستخدميه لوحده، وبعد كده هتحطي الخلطه اللي احنا عملناها دي، تمام، علشان يشيل كل الحاجات البقع الصفراء اللي موجوده في قاعده الحمام من تحت، وهتسيبيها لمده يوم كامل وبعد كده تغسليها طول اليوم بقى كده، تروحي كده ايه زي بالفرشه وتبتدي ان انت تدعكي فيها شويه وتسيبيها. طب انا صعبه جدا ان انا اعمل يوم كامل محدش يدخل الحمام، ممكن تعمليها من بالليل، يعني اعملي الفكره دي من بالليل وسيبيها لتاني يوم الصبح، تمام. بس اهم حاجه ان انت تشيلي الميه بس اللي موجوده في قاعده الحمام، هي دي الفكره. واي خلطه تنظيف انت هتستخدميها بعد كده هتلاقي الحمام بتاعك بجد نور وشلك اي بقع. ودي بقى الحاجه الوحيده اللي انا بعملها في الحمام، وبدات ان انا اعملها على طول علشان الحمام بتاعي يبقى جديد حتى لو عدى عليه السنين. وفي الاخر خالص حطيت اللي هي بتاعه المعطر دي علشان لما تيجي تشدي السيفون تعمل لك رغوه كده بسيطه وريحه حلوه في الحمام، وتحافظي دايما على ريحته. كده الفيديو بتاعنا خلص. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.